هنتكلم النهاردة عن مرض يهم الناس كلها وهو خشونة المفاصل. ايه الحاجات العوامل اللي بتساعد ان الخشونة تيجي بدري؟ طب ايه اكتر المفاصل اللي بتيجي تشتكي منها الناس في الخشونة؟ يسعدني اكون معاكم الدكتورة دعاء صلاح عطا، استاذ واستشاري اول الروماتيزم وامراض المفاصل والمناعة. هنتكلم النهاردة عن مرض يهم الناس كلها وهو خشونة المفاصل. ايه اللي بيحصل في خشونة المفاصل؟ بيحصل تآكل في الغضروف اللي موجود في المفصل، فيبدأ العظم يحك في بعضه، يدينا ألم، يدينا ورم، يدينا تيبس، وبنوصل في الآخر ممكن لإعاقة مفصلية. طيب ايه الحاجات العوامل اللي بتساعد ان الخشونة تيجي بدري؟ هي الخشونة جاية زي مع تقدم السن كده، زي الشعر الأبيض. طب ايه الحاجات اللي تخليها تيجي بدري؟ تقدم السن، زيادة الوزن، الاستخدام الخاطئ للمفاصل، أو في بعض الوظائف اللي بيبقى فيها تانية للمفصل كتير. طب ايه أكتر المفاصل اللي بتيجي تشتكي منها الناس في الخشونة؟ عندنا مفصل الركبة وده أكثر شيوعاً، في عندنا الرقبة والظهر، وفي عندنا كمان مفاصل الإيدين. وهنا بيبقى دور دكتور الروماتيزم واضح جدا في إنه يفرق لي ما بين الخشونة والروماتويد. المختبر والمعامل بتاعة المريض غالبا بتكون سليمة. بنشخص بالأشعة التشخيصية اللي هي بتقسم لي الخشونة المراحل، وحسب كل مرحلة بنتدخل ببروتوكول في العلاج. في عندنا مضادات للالتهابات، في عندنا أدوية بتعيد الغضروف اللي حصل فيه تآكل، وفي كمان حقن موضعي بالهيالورونيك أسيد أو البلازما، ودي من الحاجات الحديثة اللي أثبتت كفاءة. وأخيراً بيسعدنا طبعاً خدمتكم في عيادات الدكتورة دعاء صلاح عطا لأمراض الروماتيزم والمفاصل.